لو سمحت يا برنس ممكن اخد من وقتك شويه؟ شويه شويه يعني هنقعد نتكلم شويه عن الدستور مثلا. ايه رايك في انت عايش الدستور؟ شويه في كيس، عايش شويه في يا عم بالراحه عليا يا عم. إيه رأيك في الدستور؟ زي الفل. بس انا لسه مش لاقي النسخ بتاعته، يعني مش ولا نسخه. طيب خد نسخه اهي. هوب. بس ما علينا، يعني هو كده كده هيبقى احلى من دستور الاخوان يا يعني. عم لازم تقرا النسخه لا باذن الله اصلا. ماشي. قريت الدستور يا ابو نادر؟ دستور. دستور قريته؟ هم بيقولوا حلو. بيقولوا حلو. حلو. وحش وحش. انت بتشتغلني. الدستور لازم تقرا الدستور. ان شاء الله هبقى. انت ايه رايك في الدستور؟ الدستور ايه؟ مش بتاع الممثلين والمغنيين يا عم، بلا مسخره. انت بتعمل ايه يا برنس؟ اقرا يا عم الدستور اللي انت قلت لي عليه. تصدق كده احسن؟ يا ريس انا شايفك عامل علم مصر وبتاع، انت هتقول ايه للدستور؟ ان شاء الله نروح نقول نعم للدستور، يعني عشان الاستقرار والبلد تستقر بس كده؟ وعشان العجله تدور ازاي يعني؟ تدور كده اهو. يا رب. وانت يا صديقي ايه رايك في الدستور؟ دستور ايه يا باشا؟ هم عملوا ايه ان هم شالوا الهويه الاسلاميه وحطوا ماده المحاكمات العسكريه؟ محاكمات عسكريه وهويه اسلاميه؟ انت قريت الدستور اصلا؟ ده ما يستاهلش اصلا ان انا اضيع وقت معاه. كفايه ان انا بتابع القنوات المحترمه اللي هي بتقول قطع الدستور. قريت الدستور يا ابو نادر؟ دستور يا ابني. موضوعنا المره دي مش الدستور خالص. الدستور اتكلمنا عنه قبل كده وكل الاعلام بيتكلم عنه. موضوعنا المره دي ثوره شعب. ثوره، صحوه. شعب عرف حقه، وبدل ما كان مغمض عينيه فتح وعرف حقه وراح صار ضد الحاكم بتاعه ووقعه، ورجع بيته غمض عينيه وساب ودانه للتلفزيون بيدور على اي حد يأثر عليه سواء صح او غلط، لكن ده مش رأيه. الثورة مش بكتر العدد ولا هي حدث منتهى. الثورة تغيير، لازم يكون في تغيير فينا احنا الاول. لازم فكرنا يتقدم، لازم نعرف حقنا، وبدل ما احنا مغميين عينينا لازم نفتح عينينا. انا هفتح عيني. طلع لازم. وانا هفتح عيني. انا هفتح عيني. انا هفتح عيني. وانت كنت غمضتها اصلا؟ يلا امشي من هلا.